آه، أنا في ملحوظات مهمة عاوز أقولها، لأنها بتشير إلى دلالات خطيرة، وأرجو إنها ما تصدقش. الطريقة اللي بقالهم أو إعلام السلطة أو السلطة بقالها مدة شغالة على محورين: أن هناك حراك في الشارع تخريبي، وأن هناك مؤامرات لكذا وكذا، وأن هناك مؤامرات على مصر، وأن في يوم كذا هيحصل كذا. ده بيدينا معنى واحد: إن في محاولة لإدخالنا في خندق أو في ناحية معينة تمهيدا لتبرير رد فعل معين. ده كان واضح جدا. مش هقول في الدعوة ال 11 فقط، طبعا هي دعوة ليس بالضرورة اللي بيقولوها مغرضين، ولكن الطريقة اللي تعامل معها هذا النظام كان طريقة غريبة جدا. ده أنا حتى بعد ما هزرنا وكتبنا ان في 11 حاجة، وكان هزار على الفيس، فوجئنا بان السيد احمد موسى عامل خطة بان هناك اغتيالات وقائمة والى اخره من 7/11. الطريقة التي اعلن بها رفع الاسعار واسعار البنزين يوم الخميس الساعة 10 كانت طريقة تحريضية مش متوافقة مع طبيعة السلطة، عاوزة تمرر القرارات بهدوء وبسلاسة. لكن دي ناس عاوزة تولع الدنيا الساعة 10. خدوا بالكم بنزين هيغلى الساعة 12، اللي عاوز يحط دلوقتي ينزل بسرعة، ما تخلوش حد يضحك عليكم. تظهر صورة فيها واحد بيرش مية، يطلع احمد موسى: ايه ده؟ هو في حريقة ولا ايه؟ شكل كده غريب جدا تحريضي. النهارده يطلع عن كل الفضائيات في خطاب موحد واحد: سائق الميكروباصات ليس من حقهم رفع الاسعار بعد رفع اسعار الوقود. ده ومعادله مكتوبه: اذا الاجره الفرد بيتكلف كذا، اذا هيتكلف كذا، اذا الرفع كذا. ده استغلال. وان انتوا سائق الميكروباصات عليكم ان تقبلوا رفع سعر الوقود والاقتصاص من دخلكم واجركم دون رفع اسعار او دون رفع الاجره. طيب مين اللي منوط بيه مواجهه رفع الاجره؟ لا، مش هم، مش الحكومه. تحريض للركاب بانهم يواجهوا اصحاب الميكروباصات. ده في محاوله لاشعال الشارع، في محاوله لايجاد حاله من حالات الاضطراب والتوتر. طبعا ده لما تحطه من اعلاميين كان هناك جزء منهم في تاريخه له سوابق دمويه ولو بالتفكير. وانا هقول لكم على حادثه معينه تاكد كلامي يخلينا نرتاب. جزء من الاعلاميين دول كان مجتمع بعد 28/11 مع جمال مبارك ومجموعه من النظام السابق ومجموعه من الجيش لمواجهه الاحداث. وكان من ضمن الاقتراحات ان يقتل عدد كبير في ميدان التحرير. واقترح بعض الاعلاميين ان يكون الخطاب الاعلامي ان كان هناك مرتزقه بين المتظاهرين في الشارع، واقترحوا ان تلقى بجثث بعض الافارقه والاسيويين حتى يتم اثبات ان كان هناك مرتزقه، يعني وشوش ملامح اسيويه افريقيه الى اخره. طبعا ده كان كلام فارغ، لانه لم يقبل ساعتها من بعض الاعلاميين ولم يقبل من جزء من السلطه، وكمان كانت الحركه الجماهيريه اعلى كتير من ده. نفس المجموعه دي جزء منها النهارده هو اللي بيلعب اللعبه دي. ده ليه دلاله ان في محاوله لخلق حاله من حالات سخط الشعب تحت السيطره، وحاله بيتوازى مع حاله دعايه ان هناك تخريب واغتيالات والى اخره، حتى يكون تبرير لرد فعل بيعد له قد يصل للاغتيالات، او قد يصل لقمع حركه المعارضه في مصر مده طويله، وقد يصل الى مزيد من تقييد الحريات. يعني دلوقتي هو بيتخلق المبرر لهذه الاحداث. الكلام ده انا تقديري انه هيبداوه خلال الساعات المقبله القريبه. في شكل مؤامره حاصل. الخطاب الاعلامي الموحد اللي على معظم الفضائيات بيقول ان الحكايه دي مش معموله لوجه الله، او ان هو مش من قبيل الصدفه، ولكن هناك مؤامره بتحاك وتعد لهذا الشعب. ارجو ان يكون كلامي واضح. شكرا.